أهلا بالجميع. أحب أفكركم إن النوع ده من الأحواض بيتسمى دافئ علشان أثناء تحلل المواد العضوية الخشنة والناعمة اللي بنحطها فيه بيطلع حرارة لسنين. ده بيسمح لنا نزرع النباتات بدري، وكمان النباتات تقدر تقاوم مفاجآت الجو البارد بشكل أحسن، وده بيخلينا ناخد محصول بدري وجودته أعلى. الحوض بتاعنا بسبب بلاط الأرصفة يعتبر هجين، لأن الحجر بيخزن حرارة الشمس بالنهار ويطلعها بالليل لما يبقى الجو أبرد. أظن كتير من الناس لاحظوا قد إيه العشب بينمو أسرع وأعلى جنب الحجارة الكبيرة. البلاط الخرساني اللي بنستخدمه كحدود بيقوم بدور الحجر، وبيشتغل كمان كخزان للحرارة وناقل لحرارة الشمس لجو التربة. السنة اللي فاتت زرعنا هنا نباتات بتحب الدفء. الأرض هنا طرية قوي بحفر فيها بسهولة. قبل ما أحكي لكم عن تركيب السرير هنبص جواه ونعرف إيه حصل للمواد العضوية بعد 6 سنين. ودلوقتي برجلي بس بإيد واحدة والتانية فيها الكاميرا، خصوصاً إن كان في أسئلة كتير عن نعمل إيه لما تبطل تسخن. دلوقتي هنجاوب على الأسئلة دي. عشان ما أضرش دود الأرض بحاول أطلع الطين بالشوكة أغلب الوقت. إحنا مش بنقلب الأرض في النوع ده من الزراعات لأنه مش ضروري. إخواتنا اللفقاريات زي دود الأرض بيعملوا الشغل الصعب بدلنا بسعادة. الدود شبه اللي في الكومبوست، وكده بنوفر كتير في معدات الحديقة زي الموتوبلوك أو الكلتيفاتور. كمان بنغطي الأرض بقش العشب اللي تقص من الجنينة. في الأول القش ده بيحمي الأرض من الجفاف، وبعد كده بيبقى أكل لعمالنا الصامتين. بفضل التغطية بالقش تقريبا مش محتاجين نسقي الأرض. جودة وتركيبة بكتيريا التربة السفلية غير العلوية، عشان كده بفصلهم وبرجعهم بنفس الترتيب، لكن بالعكس. مش مستحب نقلب أو نبدل الطبقات مع بعض. كل ما ننزل أعمق التربة بتبقى أغنى، في شوية مقاومين، أقصد الديدان، بس بقوا أقل بكتير. على فكرة، ديدان الأرض عندها قدرة على تجديد الأجزاء اللي فقدتها، بس القدرة دي بتختلف من نوع للتاني وبتعتمد على درجة الإصابة والظروف اللي الدودة هتكون فيها. دي بايثونات حقيقية مش ديدان، ممكن الروس يتحركوا. الدراسات وضحت إن بعض الأنواع ممكن يطلع منها ديدانين لو اتقسمت نصين. على ما أظن نظرياً ممكن نضاعف عدد الديدان، بس مفيش وقت نجرب ده، وكده ممكن نزعل إخواتنا الصغيرين وإحنا عندنا كتير منهم. السرير الزراعي أعلى من الأرض بحوالي 35 تماس، وبيشيل التربة بعمق مجرفة، والبلاط متحطوط بطريقة بسيطة. الصف اللي تحت مدفون في الأرض لتلتين والتاني متسند عليه. المجرفة خبطت في حاجة صلبة. ده صندوق كنز خبيته زمان لما الدنيا كانت أحسن. كنت بحلم لو جيت أيام أصعب. مع إن يعني إزاي أقولها، دي مواد عضوية خشنة، ودي فعلا كنز حقيقي للسرائر الزراعية الدافية والعالية. عشان كده هنسيب صندوق الكنز في مكانه ونرجع لأيام ما حطيناه وقت عملنا أول سرير زراعي عالي ودافي. كل حاجة بدأت بتحديد المكان. الأرض اللي عليها النجيل شلتها وحطيتها على جنب، والتراب اللي طلعته من العمق حطيته على الجنب التاني. حفرت أولا مجرفة واحدة، وبعدها في النص حفرت كمان مجرفة. الخبرة بينت إن مع السرير الزراعي المرتفع مش محتاج تحفر أكتر من عمق مجرفة. غير كده هتحتاج كمية كبيرة جدا من المواد العضوية، وده هيعمل إسراف فيها، وده اللي حصل معايا وقتها. كمادة عضوية خشنة استخدمت ألواح من الكمبوستر القديم اللي كان خلاص بيتهالك وعايز يتجدد، وبعد كده حطيت مخلفات خشبية ناتجة عن تقليم الشجيرات والحديقة. علشان تحلل المواد العضوية بسرعة رشيت عليها دبل نقي من تحت الكمبوستر. الطبقة الأولى هتحمي من البرد الجاي من الأرض وتخلي خطتنا في الربيع ماشية. غطيتها بالتربة وسقيتها كويس، وبعدين استخدمت المواد العضوية من الكمبوستر. ده عشب وأوراق وبقايا نباتية لسه ما تحللتش في الشتاء. غطيتها بالتربة وسقيتها وكررت ده تاني. شفت في فيديو أجنبي طريقة رص البلاط على صفين. رص البلاط على صف واحد فاكره من طفولتي الجميلة أيام الاتحاد السوفيتي. زمان كانوا بيحوطوا أحواض الزرع بالطوب ويصبغوه. بعد كده بنستخدم المواد العضوية الصغيرة، وبستعمل في الحالة دي محتوى الجزء الأوسط من الكمبوستر، وبغطيه تاني بالتربة اللي طلعتها، وبسقيه وبكرر العملية تاني. نرجع لأيامنا دي،
دي أكتر حوض زرع عملناه بعناية، دافي وعالي. في اللي بعد كده كنت ببسط بعض الحاجات أوقات. الديدان لازم يكون طولها قد كف الإيد. اشتغل يا أخونا. بزود العضو الخشن، وكمان الخشب في الحوش بيقل بسرعة. وأنا بجدد السرير ده هوريكم بعمل إيه لما أبني سرير دافي جديد. السرير طوله 5 متر، وفيه ربطتين حديد متثبتين في إطار الألواح للضمان. هوريكم إزاي ثبتهم قريب. زي ما قلت، لو السرير ارتفاعه 30 و35 سم، الأفضل تحفر تحت الأرض بعمق الجاروف. السنة اللي فاتت عملت سرير زراعة عالي ودافي من ألواح العزل، وحطيت فيه كل فروع التقليم المفرومة. هدخل على طول على تحميل الجزء العلوي من الكمبوستر، وأقبلها برش التراب على الألواح. قناة يوتيوب أغاني ياشا كوسياكا بتتكلم عن البناء بميزانية قليلة في مشروع بيت ب$1000، وفيديوهات ابتكارات الأسرة العالية والدافية بتتقبل كويس. ده ممكن يحصل لأن المهتمين بالبناء الريفي أو المصايف الرخيصة عندهم أراضي فيها جنينات وخضرة. من 2 قدرنا نحل مشكلة البلكونة المفتوحة اللي كانت بتسرب مية بقالها سنين في بيتنا الرئيسي، وده بمساعدة مادة مبتكرة إحنا عملناها بنفسنا. أخيراً سمح لنا نجدد الصالة. وأنا بنضف الحيطان والسقف حسيت إن شغل البناء والتجديدات بقى محتاج مواد كتير ومجهود كبير. طب ما أنا نفسي أجرب أعمل حمام بسيط ورخيص أو مسبح أو بانيو بطرق جديدة. بدور على أرخص الطرق، وتحقيق الدخل من القناة بقى رمزي قوي. علشان كده فعلت الرعاية على يوتيوب عشان أقدر ألاقي تمويل. الطبقة اللي بعد كده بحط فيها مواد عضوية صغيرة، دي بتكون في نص الكمبوستر. في الكمبوست بلاقي يرقات البرونزوفكا وخنافس، ودي مش ضارة ومش بتاكل النباتات الحية، بتعيش في السماد وبتساعد ديدان الأرض. ساعات بنلاقي خنافس وحيد القرن ويرقتها الكبيرة المفيدة في أحواض الزرع، ودي محطوطة في الكتاب الأحمر. في كائنات كتير موجودة. العصفور هيجي ياكلها، تخيلي من ايدي على طول، وشوفي شنبها عامل ازاي. أيوة، إحنا الفلاحين بنرتاح طول الشتاء، زي ما الشاعر قال: الشتاء الفلاح فرحان، بس في إبريل الفرحة بتنتهي. عشان كده يفضل ترجع للياقة تدريجي، عشان لو استعجلت ممكن تأذي صحتك. بغطي العضويات الصغيرة اللي في الكومبوست بطبقة من التراب اللي جايبه من العمق. الأفضل ندخل التغيير تدريجي بدل ما نغير كل الزراعات مرة واحدة ونتعب 1 أو 2 في السنة. آخر طبقة فوق بحط نفس التربة اللي كانت فوق قبل كده، فيها بكتيريا مخصوصة ما تقدرش تعيش غير في الطبقة العليا. عشان كده أنا مش بعمل أي إزعاج لإخواتنا الصغيرين الميكروسكوبيين. زي ما شايفين، قلب الأرض هنا مش محتاج ميكروسكوبات ولا حفار. كل حاجة بتحصل بسرعة لدرجة إن حتى العشب ملحقش يتسطح. شوية شغل في الأرض كده على السريع والحوض بيرجع جديد زي الأول. الموضوع بسيط وسهل لأي حد. في عناوين الفيديوهات اللي فاتت كان مكتوب إن الطريقة دي بتنقذك من العبودية، وسألته: عبودية إيه؟ يا جماعة، قصدي عبودية الزراعة. تسوية الحوض ده سهلة جدا بخطوات بسيطة خالص، كله مضبوط زي الساعة. سألته إذا ينفع نعمل الحوض من بواقي الطوب ده؟ ينفع. الحوض ده زي اللي معمول من البلاط، بقاله 7 سنين برضو. الحوض ده كنت عامله قبل استخدام الفوم العازل. لو هعمله دلوقتي كنت ممكن أضيف طبقة فوم تحت البلاط من بره. الفوم العازل ده ممتاز جدا في العزل، عشان كده مش هيسيب الحرارة تخرج من الحوض. نصيحة لأي حد ناوي يعمل حوض في المستقبل. الألواح الخشب مش بتلمس الأرض مباشرة، عشان كده بتعيش أكتر من الألواح اللي بتستخدم لوحدها في الحوض. بس الأحسن تدهنهم أكتر من مرة، مش زي كده كل 6 سنين مرة. الصف اللي تحت من البلاط مدفون ومش هيقدر يتحرك، والإطار الخشبي مسؤول عن استقرار الصف اللي فوق. تعالوا نشوف أيام ما تعمل في الظروف الميدانية وفي المعارك عشان المحصول. الصاروخ اللي عليه قرص صنفرة أداة ممتازة،
مش هيعوض الأدوات التقيلة زي الفارة أو الراوتر، بس هيساعدك كتير. لو محتاج تعالج خشب صغير استخدم الصاروخ. الخشبة اللي اتعملت كده شكلها أحلى ومتشطبة يدوي، وكمان ممكن تشيل الزوايا. دهنتهم بمادة مضادة للبكتيريا عشان يعيشوا معايا أكتر. احتاجت 4 خشبات طولهم 6 متر. المنشار الكهربائي خفيف وسهل التنقل والاستخدام، مش أسرع من المنشار الدائري لكنه عملي في حاجات كتير. بقطع لوح واحد بالطول، وبعدين بربط الأجزاء اللي طلعت مع الألواح السليمة. بقص الزوايا 45 درجة وبربطهم سوا. مع إن السرير الدافي عمره 5 سنين ومليان مواد عضوية، الإنتاجية ما قلتش. ده غالباً بسبب تراكم الحرارة من التغطية المستمرة بالعشب. جهزت السرير ده مخصوص عشان أوريكم يا أصدقائي إن الموضوع سهل. ركبت صواميل على الحديد وعملت جسرين لزيادة الأمان. ناس بتقول الأسرة المرتفعة فيها جيوش نمل. أنا شفت نمل منفرد بس، وما لقيتش عش نمل تحت الأرض زي ما الناس كانت خايفة في التعليقات. النمل ليه حياته ومش بيضايقنا. قطعت قطع من بواقي السقف علشان استخدمها في الزوايا. السرير ده بقاله 7 سنين فعلا. هسيب لكم لينك أول فيديو عنه في الوصف. تاريخ النشر بيثبت كل حاجة. السراير دي بسهولة بتتحول لصوب صغيرة. الفكرة جت لي من جارتي الكبيرة. أول ما خلصت السرير شافته وسألتني إيه ده؟ قالت افتكرت إنه هيبقى صوبة في المستقبل، وأنا قلت لنفسي ليه لأ؟ طلعت الأقواس اللي كنت شاريها من المخزن، وكل اللي عملته إني ثقبت شوية فتحات صغيرة في الخشب، وفجأة بقى عندنا صوبة صغيرة. كنت بثقب الفتحات من فوق لتحت في الخشب، وده بيخلي الأقواس تثبت كويس. صورت لقطات وعملت منها فيديو على قناة ياشا كوسياك على يوتيوب اللي كانت جديدة وقتها، ووريت فيه الراحة الفخمة للأسرة دي. على فكرة جارتي ما قدرتش تتحمل شغل الزراعة، هي كويسة، قررت تتخلص من العبودية وباعت المزرعة لناس أصغر منها واشترت شقة في المدينة. أما بيرفي طماطم حمرا على سرير دافي عالي يوم 26 ويونيو باي، وده إحساس الفلفل على السرير الدافي العالي. مع العبودية دي شايف إننا لازم نحاربها بس بطريق تاني. وكمان الكرنب. صورت الموسم الأول من استغلال الحديقة بالكاميرا مش بالموبايل، وبدأنا نحقق أرقاما قياسية شخصية. تحت الفيديو اللي فات عن الحديقة المصنوعة من الفوم المغطى بالجبس كان في ناس كتير قلقانة إنها مش قوية خالص. قالوا إنها هتتشقق أو تتفك أو تتعوج أو حتى ممكن تتكسر خالص. الأولاد، أنا مش بهلوان شاطر قوي، بس أظن واضح قدامكم إن ده مش مجرد فوم مغطى بالجبس ومعاه شبكة فايبر، ده مادة مركبة حديثة وقوية جدا وسهلة التصنيع في البيت. يعني الموضوع مش بسيط. في مشروعي بتاع البيت ب$1000 أنا عملت منه الحيطان، والحيطان دي حاجة مهمة جدا. في السرير العالي والدافي ده في تأثير تاني شغال. هسيب لكم لينك لفيديو فيه تفاصيل أكتر تحت الفيديو ده. المشككين توقعوا إن السرير الزراعي المصنوع من البلاط من غير خرسانة مش هيستحمل موسم، بس توقعهم كان غلط. الأمطار الكتير ما بتغرقش الأرض الزراعية العالية. في قريتنا حصل فيضان والمية الجوفية عليت والأرض بقت مبلولة، عشان كده قررت ما أسقيش وأنا برص الطبقات. كان في احتمال إن الأسرة الزراعية تفضل بس على السطح من الجنينة، والمية كانت بتزيد بسرعة، وده ميزة ليهم. أنت بتتعامل مع الري حسب الظروف، صح؟ فين المية؟ في مية كتير. قبل السنة دي كمية المية دي كانت من 10 سنين. وممكن يكون كلب عادي مفيش سبب يخجل.
ولما ركزوا الحيوان اللي بيعوم طلع أرنب دخل آخر حوش ومعرفش يلاقي مكان من غير مية. حصلت دراما بس عدت بخير وقابلناه تاني يوم. سكان العمارات العالية متحررين من مشاكل كتير بيعاني منها سكان الأرض، لكن لسه عندهم مشاكل تانية. في قرية إشنكي اللي مش بعيدة قوي عن قريتنا بنوا منطقة فيها عمارات 5 أدوار. المنطقة منخفضة فمحيطينها بسد ترابي. جوه السد بينبع جدول صغير ميته بتروح لنهر سوق. عند الفيضانات اتبنت محطة ضخ بتضخ 100 الجدول لما النهر يعلى. واضح إنها مش بتاعته، مش فارقة معاه. زمان كانوا بيعملوا كده حتى في فيضانات أصغر. المرة دي في حاجة غلط. العيال كانوا بيدوروا ويصطادوا نمر العربيات اللي اتشطبت من السواقين الشجعان السذج اللي ما خافوش من الهيدروك. الغروب في بافودوك جميل والمية كانت بتزيد، واحنا جروب الحي على فايبر كنا بنشتكي ونتنهد. العيال كانوا بيلعبوا على الآخر والبوابة ما اتقفلتش وبدأت المية ترجع في الترعة من النهر اللي بيغرق. الشوارع اتحولت لقنوات. عشان مش كل الناس يقدروا يروحوا فينيسيا، جميل عملوا فينيسيا عندهم. يمكن أصحاب القصر كانوا نفسهم يعيشوا جنب بحيرة بس ما قدروش يشتروا أرض في مكان راقي، وفجأة البحيرة جت لوحدها. الكبار دايما بيدوروا على العيوب عكس الأطفال. حسيت إن المجلس المحلي عمل كده مخصوص عشان يفرح الجيل الصغير، والأطفال هيفتكروا ده دايما. العمارات اللي 5 أدوار اتغرقت بدرومتها، وده عادي عشان بيخزنوا فيها حاجات ملهاش لازمة. شكلهم كانوا بيفكروا في المجلس المحلي. الأطفال أهم. في طلب كبير على جزم الصيادين عشان أول 3 سلالم في بدرومنا غرقوا، وصعب تدخل تجيب البرطمانات بالجزم العادية. في الآخر الكبار عملوا دوشة، وجه التلفزيون والدفاع المدني، والغواص قفل البوابة في دقايق وخلاص. في نفس اليوم المية في النهر نزلت بسرعة. الغواص الطيب وزع العيدية للأطفال وقفل المية في بريغوميلسكي أوزيورني كراي. في تشونكي عملوا أول ملاهي مائية صغيرة للأطفال في بيلاروسيا، بس في إبريل المية بتكون برد. في الآخر مراتي هتوريكم وصفة من المطبخ البيلاروسي كارتوفيلنايا بابكا. هتحتاجوا صدر لحم، بصل، بيضتين، بطاطس، لبن، فلفل وملح. المحرر. في الفيديو اللي فات مراتي قدمت للعالم وصفة السجق البيلاروسي بالبطاطس. بالبيلاروسي اسمها بولبيانايا بيشكا. بعض مشاهدي قناة أغنية ياشا كوسياكا من ليتوانيا اعترضوا في التعليقات، قالوا دي مش وصفتنا البيلاروسية، دي وصفتهم الليتوانية واسمها فيداراي. احنا مش بنحاول نفرض البيلاروسية على الوصفة دي بأي شكل من الأشكال. لسنين طويلة الأراضي البيلاروسية والليتوانية كانوا مع بعض في دوقية ليتوانيا الكبرى، وبعدها الكومنولث مع بولندا، وبعدين في الإمبراطورية الروسية والاتحاد السوفيتي. الليتوانيين عرفوا الوصفة دي بسبب الجيرة ونسبوها لنفسهم بالصدفة. يمكن يكون نفس أكلنا بس كل واحد بيسميه غير التاني. الناس بيربطوا البيلاروسيين بالبطاطس، فالأكلة دي أنسب لينا. مؤرخي الطبخ شايفين إن سجق البطاطس بولبينا كيشكا أصله من بيلاروسيا، زي أكلة البطاطس بابكا. أدهن صينية البط كويس. البولنديين بقالهم 20 سنة بيعملوا مهرجانات للسجق ده وبيحبوه جدا. وعشان نزود الحماس في السياسة الطهوية قررنا نعرض وصفة بيلاروسية تانية. التحضير سهل ومش محتاج شرح. الميزة الأساسية إنك تطبخها الأول 1.5 ساعة على 180، وبعد كده 2 ساعات على 150.